العظيم الدعاء ده قسما بالله العلي العظيم رجاء مني لرب العالمين انه يكرمني ويكرم كل من تابعني ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا بركة. لو مفلس، لو محتاج فلوس، لو ما عندكش بركة في مالك، لو عليك ديون وكروب وهموم، قول الدعاء ده وانا اضمن لك بنسبة 1,000,000% ان انت مش هيعدي عليك اليوم او تاني يوم الا وانت معاك فلوس. الفيديو ده انا عملته مرتين وده التالت، وكل مرة هاجي اذكركم يوم الخميس عشان تاني يوم الجمعة عشان ربنا يكرمكم ويفك كروبكم ولي بالمثل. انا زيكم، بس الدعاء ده سحر معجزة والله العظيم، دعاء خطير جدا. بصوا، فلوس ورضا وراحة نفسية واسبوع هيبقى هادي، واسبوع من اجمل اسبوع في حياتك، اجمل 7 ايام في حياتك. وانا من اول مره زي ما قلت لكم كنت عايزه يوم الجمعه يجي من يوم الاثنين عشان اقول الدعاء. والله العظيم ما كنت بجرب مع ربنا، وانا كنت متاكده ان هدعي ويستجيب لي، بس كنت متحمسه قوي ليوم الجمعه امانه. واحلى اسبوعين في حياتي الاسبوع اللي فات والاسبوع ده، ويا رب يا رب بكره كمان يستجيب لي الدعاء ده. ده انتوا كلكم عارفينه تقريبا، انا قلته كتير جدا، قلته في كل فيديو بقوله. كل الناس تدخل في الكومنتات تقول لي يا ام كريم الدعاء جاب معانا وربنا كرمنا، ما عداش اليوم الا ومعانا فلوس. وفي ناس تانية قالوا لي والله العظيم كنا في هم وكربه وغم ربنا فرجها من عنده. جماعه ربنا ما اداكش فلوس هيحل لك الموضوع، هيمشيهولك، هيسهلهولك. ايه شرط الدعاء ده؟ تقولوا بيقين وثقه بالله. شفت النفس اللي خدته ده؟ انا قاعده كده حاسه ان ربنا يعني مسهله بركه النفس ده. يقين، يقين وشعلقه في ربنا، يقين وشعلقه في ربنا ان هو مش هيرد لي دعاء. فانت عشان ربنا يستجيب لك لازم تكون عندك ثقه في الله انه هينفذ لك، يعني هيستجيب، يعني هيستجيب. انت مش بتأمره، انت بتدعي له وهو بيستجيب لك علشان خاطر هو بيحب عباده. خليني اقول لك ان ربنا ما فيش اكرم منه، وان ربنا يعني بيطلب مننا حاجات بسيطة بس بيدينا مقابلها حاجات كبيرة جدا. نعم والله العظيم. انت ممكن تكون بتصلي له، بتزكي، بتقول اذكار، بتقول حاجات معينة تتعدي يعني، لكن نعم ربنا لا تعد اللي بيديها لنا. الدعاء هكتبه في اول كومنت مثبت، والدعاء ده خطير. تقولوا بعد صلاة الجمعة، في ناس بيقولوا 4، في ناس بيقولوا 3، في ناس بيقولوا 2، لكن ام كريم بتقولوا كده زي ما بتيجي معاها. يعني اول مرة قلته 3 مرات، 3 مرات بدموع عيني، تاني مرة قلته 4 مرات برضو بدموع عيني. بصوا يا جماعة، انا عايزة اقول لكم حاجة. انا بعد ما صابني كورونا في كورونا وكتر الادوية والكورتيزون والاكسجين والحاجات دي، انا بقيت انسى. فعشان كده عاملة مذكرة في تليفوني، ومش من السهل ان انا احفظ. الموضوع بقى صعب جدا. انا ممكن ابقى جايه اصلي اقول الله اكبر، يعني خلاص رافعه ايدي كده الله اكبر، نويت اصلي مثلا ركعتين سنه، مغرب، العشاء، الظهر، الفجر، يعني ممكن اقول بدل نويت اصلي ركعتين سنه مثلا المغرب اقول مثلا للعشاء، ممكن بنسى. فاهمين حاجه؟ الحمد لله. فانا عامله حاجه في التليفون اسمها ايه، مذكره. المذكره دي بقى بتفكرني بكل حاجه اللي انت مش فاكره بمخك تفتكره بتليفونك. عشان كده كاتبه الدعاء، وتقراه من التليفون، تقراه من ورقه، تحطه في محفظتك، تحطه على الباب، انت حر. المهم بعد صلاه الجمعه تقول ايه؟ اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود، اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. والله العظيم الدعاء ده قسما بالله العلي العظيم رجاء مني لرب العالمين انه يكرمني ويكرم كل من تابعني ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. بركة الشهر الكريم، بركة فضل رب العالمين، بركة انه نيتي صافية وحبالكم الخير. ربنا يرزقنا جميعا يا رب، اللهم امين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود، اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. ادعوا لي ولكم بالمثل. اشوفكم فيديو جديد.